أول شي عندي قطع لحم كبار بهالطريقة شايفين مع العظم مالها. عندي 4 حبات طماط مضروبين بالخلاط. عندنا هنا حبة بصل مبشورة. طبعا أنا ليش باشرة بنات الأشياء الطماط والبصل عشان قبل صالونة شي تكون ناعمة، عرفتوا ما فيها قطع. وعندي ثوم، عندي 5 فصوص ثوم، ونفس مقدار الثوم زنجبيل. وعندي هنا أوراق الكاري والفلفل هذا حار كثر ما تبغوا عاد. صلصة بس ملعقتين كبار. وعندي زبادي نص كوب. وعندي ملعقة صغيرة كمون وكزبرة، ابزار مشكل، فلفل اسود، بابريكا، ونص ملعقة صغيرة فلفل احمر حار، وكركم. طبعا عندي اضافة غريبة عجيبة لذيذة بالاخر راح نحطها اللي هو الزيتون الاخضر. تمام، عاد هذا ممكن تستغنوا عنه بس هي يعطي حموضة ولذاذة مع الصالونة. يلا هيا فلنبدأ العمل. أول شي بنات رح أشوح اللحم تشويحة خفيفة من الصوبين. شايفين اللحم كيف يتحمر شويتين. خلاص الحين رح أشله بنفس المقلاة. حطيت البصل المبشور مع شوية أويل كيف تكرمل عندي شوي البصل. يلا الحين رح أحط الثوم والزنجبيل وأقلبهم قلبتين. الحين رح أحط الكمون الحب، وراح أحط أوراق الكاري. كتروا أوراق الكاري تجنن، طعمها يجنن، ريحتها. نقلبهم قلبتين. وراح أحط الحين الصلصة ضروري تتقلى بالأكل عشان طعمها يطلع حلو. والحين رح نحط الزبادي، وراح أحط البهارات بعد نفس الوقت. طبعا اللي يحب كمية البهارات أقل أكثر هالشي راجع لكم. وفوق كل هالشيات الجميلة رح نحط الطماط اللي ضاربينه بالخلاط. يلا انزين يا سبايا تسبك الطماطة شوي. يلا رح نحط الماي، ماي حارة، ورح نبدأ ننزل فوقه اللحم. انزين الحين رح أغطيه وأقصر النار وخلاص أنساه لين ينطبخ اللحم، يذوب عندي اللحم. تمام، تعالوا نشوف اللحم. يا سلام يا سلام. ما إن اللحم تقريبا خلاص استوى رح أحط الزيتون. قلت لكم الزيتون شيء اختياري. رح أحط حبة فلفل أخيرا أخليهم يغلوا غلوتين وجاهز صار وهنا عيش أبيض طبعا سويت وياه. صالونتنا يعني للأمانة مو بس حلوة، شكلها يخرع. يا سلام. حطيت عليها الحين شوية أوراق الكاري وراح أقدمها شي نفس ما هي، ما راح أفضيها بصحن ثاني، لا راح أقدمها شي شكلها خرافي. وشي الله يسلمكم صالونتنا صارت جاهزة. طبعا تاكلوها مع العيش، تاكلوها مع الخبز، هالشي راجع لكم. وشفتوا كم ساعة أنا خليتها؟ تقريبا يجوز 3 ساعات ونص أنا خليتها على الراحة تنطبخ على راحتها، ولا زدتها ماي، بس الماي اللي حطيته وياكم وبس. وطبعا شيء وايد مهم، لا تنسوا الملح. تمام،